قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. ويلا بينا على الفيلم. بيبدا الفيلم مع واحد اسمه انخيل واللي كان شغال مسعف هو وزميله ريكاردو، واللي بيجي لهم اتصال ان في حادثه حصلت على الطريق قريب منهم، وفعلا بيروحوا هما الاثنين لمكان الحادث وبيخرجوا المصابين من جوه العربيات. وبنلاحظ ان انخيل بيستغل ان المصابين مش مركزين وفي حاله صدمه، وبيسرق اي حاجه واقعه منهم وبعدها بيبيعها وبياخد فلوسها. وبعد ما بيخلص انخيل الشغل بيروح البيت بتاعه، وهناك بيشوف مراته اللي اسمها فاني واللي بتودعه عشان تنزل الشغل بتاعها. وبنعرف ان فاني شغاله مسعفه هي كمان لكن في العيادات البيطريه. وتاني يوم اول ما يرجع انخيل من الشغل بتاعه بتساله فاني عمل ايه في موضوع التحاليل اللي الدكتور طالبها منه، وبنعرف انهم بيحاولوا يخلفوا طفل من مده لكن لسه ما حصلش نصيب. فبيقول لها انخيل ان اكيد المشكله مش عنده وبيبقى رافض يعمل التحاليل، لكن فاني بتتضايق منه وبتزعل وبيضطر ان هو يوافق وبيقول لها ان هو هيروح يعملها بكره. وبعدها بتنزل فاني الشغل وانخيل بيروح عشان ينام على السرير لكنه مش بيعرف ينام من صوت الكلب بتاع جاره واللي دايما بيعمل له ازعاج بالليل. وتاني يوم بيروح انخيل عشان يعمل التحاليل، وهناك بيعرف ان المشكله عنده وان التحاليل بتاعته مش كويسه، وبتنصحه الدكتوره انهم يلجأوا للتلقيح الصناعي واللي هيبقى نسبه نجاحه عاليه ليهم. لكن انخيل بيرفض يقول لفاني على التحاليل وبيقول لها ان النتيجه طلعت كويسه وان الدكتوره قالت له انهم ممكن يخلفوا مع الوقت. وبنعرف ان انخيل شخص عنيد وقاسي ومش بيعترف بغلطه ابدا. ولما بيعرض على فاني انهم يغيروا جو ويسافروا، فاني بتقول له ان هي مش هتعرف بسبب الدراسه اللي بتكملها مع شغلها، وبتقول له ان هي بتدرس عن علم نفس الحيوانات. لكن انخيل بيتريق عليها وبيقول لها ان الحيوانات ما عندهاش مشاعر. وبعدها بتسيبه فاني وبتدخل الحمام، وساعتها انخيل بيسمع رساله جايه من التليفون بتاعها، ولما بيشوفها بيعرف ان هي من شخص اسمه روبرتو. وتاني يوم وانخيل في الشغل بيجي لهم اتصال بحادثه قريب منهم على الطريق، ولما بيروح انخيل هو وريكاردو بينقلوا واحد من المصابين للاسعاف عشان ياخدوه للمستشفى. وريكاردو بيكون هو اللي سايق وانخيل بيكون مع المريض، وبسبب ان حاله المريض كانت سيئه بيضطر ريكاردو ان هو يمشي بسرعه جدا بالعربيه، لكنهم بيعملوا حادثه والعربيه بتتقلب بيهم. وبعدها بمده بنعرف ان انخيل اتصاب اصابه خطيره جدا بسبب الحادثه، وبقى بيستخدم الكرسي المتحرك ومش بيقدر يمشي. لكن ريكاردو بيكون اتصاب شويه اصابات بسيطه وبقى تمام، وبيفضل انخيل على الكرسي بدون حركه، وفاني هي اللي بتعمله كل حاجه، وبتديله العلاج قبل ما ينام وبتعرفه ان هي هتنزل عشان عندها محاضرات. وساعتها بيرن تليفونها وبترد عليه وبتقول له ان هي هتنزل فورا. ولما بيسالها انخيل عن اللي بيتصل بيها بتقول له ان هو واحد زميلها في الدراسه اسمه روبرتو، وبيبقى باين على انخيل ان هو متضايق جدا. وبتحس فاني ان هو شاكك فيها، فبتقول له ان هو زميلها في الدراسه مش اكتر، وبتاخد منه المحاضرات اللي بيسجلها واللي مش بتقدر تحضرها بسبب الشغل. وبعدها بتنزل فاني وبيفضل انخيل لوحده في البيت. وبعدها بيحاول انخيل ان هو يلاقي اي طريقه يقدر بيها ان هو يتجسس على تليفون فاني لانه شاكك فيها. ولما بيرجع انخيل من جلسه العلاج الطبيعي بيلاقي ريكاردو زميله جاي عشان يزوره، لكن انخيل بيكون متضايق منه جدا وبيقول له ان هو السبب في اللي هو فيه عشان ما كانش مركز وهو بيسوق العربيه. ولما بتحاول فاني تهدي انخيل مش بتعرف. وبعدها انخيل بيطرد ريكاردو من البيت، وبالليل بتجهز فاني عشان تروح المحاضرات بتاعتها، فبيقول لها انخيل تفضل معاه وتذاكر في البيت. لكن فاني بترفض وبتقول له ان عندها مشروع مع الفرقه بتاعتها ولازم تحضر. فبيتضايق انخيل وبيطلب منها تجيب له حاجه من السوبر ماركت قبل ما تمشي. ولما فاني بتنزل بتسيب الشنطه بتاعتها في البيت. وبعدها انخيل بيستغل الفرصه عشان ياخد التليفون بتاعها وبينزل البرنامج اللي هيتجسس بيه على تليفونها. ولما بترجع فاني البيت بيكون نزل البرنامج فعلا. وبعد ما بتمشي من البيت بيقدر انخيل ان هو يتجسس على كل حاجه بتعملها عن طريق اللابتوب بتاعه. وبالليل مش بيقدر ينام بسبب صوت الكلب بتاع جاره، وبيقول له انخيل ان هو مش بيقدر ينام بالليل بسبب الكلب بتاعه. فبيعتذر له جاره وبيقول له ان هو بيروح بالليل عشان يزور مراته في المستشفى، وبيضطر ان هو يسيب الكلب بتاعه في البيت لوحده عشان كده بيتضايق وبيفضل ينبح بصوت عالي. لكن انخيل بيكون متضايق منه جدا وبيمشي. ولما بيروح البيت بيقول لفاني ان الدكتور قال له ان هو بقى احسن وانه قريب ممكن يقدر يمشي على رجله تاني. لكن فاني بتبقى مش مهتمه بكلامه، فبيسالها انخيل لو كانت متضايقه من حاجه، فبتقول له ان هي هتضطر تنزل تدريب تبع الدراسه وده اللي هيخليها تقلل ساعات الشغل بتاعها والمرتب بتاعها كمان هيقل. فبيتضايق انخيل جدا منها وبيقول لها ان هي مش بتفكر الا في نفسها ومش بتهتم الا بالدراسه بتاعتها لانها عارفه ان شغلها هو مصدر الدخل الوحيد ليهم. فبتقول له فاني ان هي بتعمل كل ده عشان تحسن من مستواهم وعشان مصلحتهم هما الاثنين، وبتتضايق بعدها منه وبتمشي. فبيتضايق انخيل وبيحس انه بقى ملوش اي لازمه وبقى عبء عليها. ولما بينام انخيل بيصحى في نص الليل وبيبقى حاسس بوجع رهيب في رجله. ولما بيدور
على العلاج بتاعه مش بيلاقيه، وبيحاول يتصل بفاني لكنه بيلاقي التليفون بتاعها مقفول، وبيضطر ان هو يروح عشان يدور على العلاج بنفسه، وفعلا بيلاقي علبة في الدولاب وبياخد منها وبيخبيها بعدها. ولما بترجع فاني من الشغل بتلاقي أنخل في انتظارها، وبيقول لها ان هي نسيت تسيب له العلاج، وكمان التليفون بتاعها كان مقفول، فبتقول له ان التليفون بتاعها فصل شحن وان علبة العلاج كانت في الدولاب. ولما بتروح تجيبها مش بتلاقيها، لان أنخل بيكون خباها عشان يخليها تحس بالذنب وانها مش مهتمه بيه. فبتعتذر له فاني وبتنزل عشان تجيب علبه دواء تانية. وتاني يوم بنشوف أنخل وهو بيحط دبابيس في قطعه لحم وبيرميها للكلب بتاع جاره، وفعلا اول ما ياكلها الكلب بيموت. ولما بيرجع أنخل البيت بيتجسس على تليفون فاني وبيسمعها وهي بتقول لواحده صاحبتها ان العيشه مع أنخل بقت صعبه وانها ما بقتش مستحمله، فبتقول لها صاحبتها ان هي لازم تسيبه وما تخلوش يعملها وحش تاني. فبتقول لها فاني ان هي مش هتقدر تسيبه وهو في الظروف دي وهو تعبان، على الرغم ان معاملته ليها سيئه. ولما بترجع على البيت بتلاقي أنخل عامل لها مفاجاه ومحضر لها العشاء، وهما بياكلوا بيعتذر لها أنخل لو كان زعلها الفتره اللي فاتت وبسبب طريقه معاملته ليها، وبيوعدها ان هو هيبقى احسن معاها، وبيقول لها ان هو هيساعدها عشان تطور من نفسها وتكمل دراسه، وبيوعدها ان هو هيروح تاني للدكتور عشان يشوفوا موضوع الخلفه. ولما بيدخل عشان ياخد دش بتكون فاني لوحدها في الصاله، واول ما يجي لها رساله على تليفونها بتسمع صوت جاي من الاوضه في نفس الوقت، وبتروح عشان تعرف الصوت ده جاي منين، وبتنصدم لما بتعرف ان أنخل بيراقبها وبيتجسس على التليفون بتاعها. فبتروح بسرعه وبتلم حاجاتها عشان تمشي من البيت. واول لما بيخرج أنخل من الحمام بيلاقي الباب مفتوح، وبيعرف ان فاني عرفت اللي بيعمله وقررت تسيبه. وبعد ما بيعدي كذا شهر بيحاول أنخل انه يعرف اخبار فاني، وبيعرف ان هي على علاقه مع صاحبه ريكاردو، وبيراقبهم لحد ما بيروح وراهم لمحل اطفال، وبيفهم ان فاني حامل من صديقه وبيتضايق جدا. وتاني يوم بيروح لفاني عشان يتكلم معاها، لكن فاني بترفض تتكلم معاه. فبيحاول أنخل ان هو يعتذر لها وبيقول لها ان كان عندها حق تسيبه لانه كان اناني وما يستحقهاش، وبيطلب منها تسامحه وبعد كده مش هتشوفه تاني. فبيصعب عليها حاله أنخل وبتقرر ان هي تروح معاه عشان توصله للبيت. واول ما يوصلوا للبيت بيقول لها أنخل ان هو جمع لها كل متعلقاتها في شنطه وكمان جواز السفر بتاعها، وبيعرض عليها تطلع عشان تاخدهم. وفعلا بتوافق فاني وبتطلع معاه، وبيقول لها أنخل ان هو زعلان لانها نسيته بالسرعه دي، وبيسالها لو كانت على علاقه مع حد تاني. فبتقول له فاني ان هو لازم يلاقي حد يهتم بيه بسبب حالته، وبتساله عن مكان الشنطه، فبيقول لها ان هي في اوضه النوم. ولما بتروح فاني عشان تجيبها بيهجم عليها أنخل وبيديها حقنه منوم عشان تنام. واول ما تفوق فاني بتلاقي أنخل قدامها وبتلاقي نفسها مربوطه في السرير، ولما بتحاول تصرخ بصوت عالي أنخل بيشغل موسيقى بصوت عالي عشان محدش يقدر يسمعها، وبعدها بيقفل عليها باب الاوضه. وبيروح بعدها عشان يفتح التليفون بتاعها وبيلاقي رساله جايه من ريكاردو وبيحاول يطمن عليها. فبيرد عليه أنخل كانه فاني وبيقول له ان هي قررت تبعد عنه وانها تتخلص من الطفل. وبعدها بيخرج أنخل عشان يرمي الموبايل في البحر، ولما بيرجع البيت بيشيل القماشه من على بقها وبيقول لها ان هو عرف من ريكاردو انهم مستنيين طفل هما الاثنين. ولما بتحاول تصرخ فاني عشان حد يساعدها بيمنعها أنخل من الكلام وبيربطها وبيديها حقنه تانية عشان تنام. وتاني يوم جار أنخل بيروح له وبيطلب منه يوطي صوت الموسيقى لانه عالي جدا، فبيقول له أنخل ان هو لازم يستحمل الصوت لمده يومين بس زي ما هو كان مستحمل صوت الكلب بتاعه لمده شهور. فبيقول له جاره ان صوت الكلب بتاعه كان غصب عنه لانه كان بيروح يزور مراته، وحاليا مراته ماتت والكلب بتاعه كمان، وبيبان على أنخل التوتر. فبيسأله جاره عن مراته فاني، فبيقول له أنخل ان علاقتهم انتهت من شهور. فبيقول له جاره ان هو شافها داخله معاه البيت من يومين. فبيقول له أنخل ان هي كانت جايه عشان تاخد حاجتها ومشيت بعدها. وبيقول له جاره ان هو سمع حد بيصرخ عنده بالليل، فبيقول له ان ده اكيد كان صوت التلفزيون. وتاني يوم أنخل وهو رايح جلسه العلاج الطبيعي بيلاقي ريكاردو مستنيه بره البيت، وبيعترف له ريكاردو ان هو كان مرتبط بفاني بعد ما سابته، وبيساله لو كان شافها او يعرف مكانها لانه مش قادر يوصل لها بقاله كذا يوم. لكن أنخل بيقول له ان هو ما شافهاش من زمان، وبيقول له ان هو تعبان جدا ولازم يمشي. ولما بتفوق فاني بتلاقي أنخل جنبها وبتلاقيه فككها من الرباط اخيرا، لكنها بتنصدم لما بتلاقي نفسها مش قادره تحرك رجليها. فبيقول لها أنخل ان هو عمل كده عشان ما تهربش منه بس، وبيقول لها ان هي هتبقى كويسه قريب. وبعدها بيشغل الموسيقى وبيسيبها تتحرك في البيت. ولما بتحاول فاني تفتح الباب بتلاقيه مقفول. وبعدها أنخل بيلاقي اتصال جاي من ريكاردو وبيقول له ان هو لسه مش قادر يلاقي فاني، وبيهدده ان هو هيبلغ الشرطه، وبينصحه يقول له لو كان يعرف اي حاجه عن مكانها. لكن أنخل مش بيرد على الرسائل بتاعته. وبعدها بيحضر أنخل العشاء وبيقول لها ان الطفل لو كان ولد لازم يسموه أنخل، ولو كانت بنت يسموها فاني. وساعتها بتستغل فاني الفرصه وبتضربه بالازازه على دماغه، وبتحاول تهرب من الباب لكن أنخل بيلحقها
وبيديها حقنة تانية عشان تنام. وساعتها حد بيخبط على باب البيت وبيلاقي جاره اللي بيقول له ان هو متأكد ان سمع حد بيصرخ عنده، وانه متأكد المرة دي ان هو صوت فاني. فبيقول له انخل ان هو ما سمعش اي حاجة. ولما بيلاقي جاره دم على دماغه بيضطر ان هو يدخل البيت غصب عنه عشان يشوف بنفسه. واول ما يدخل بيلاقي فاني واقع على الارض، وبيقول له جاره ان هو لازم يبلغ الشرطة. لكن انخل بيضربه بالسكينة وبيخلص عليه قدام فاني. وبعدها بيتصل بواحد صاحبه وبيطلب منه يجي ياخد الجثة ويتخلص منها مقابل مبلغ من المال. وبعدها بيعرف انخل ان ريكاردو بلغ الشرطة عن اختفاء فاني، وبيقول لهم ان هو شاكك في انخل وان هو اكيد عارف مكان فاني. فبيروح انخل بعدها لبيت ريكاردو وبيخدره بحقنة وبيخلص عليه عن طريق السم، وبيحط جنبه مخدرات عشان الشرطة تعتقد ان المخدرات هي كانت السبب في موته. ولما بيروح البيت بتاعه بيلاقي بعدها 2 من الشرطة جايين عشان يسألوه عن فاني. فبيقول لهم ان اخر مرة شافها كان من اسبوع لما جيت عشان تاخد حاجتها، وقالت له ان هي هتسافر لاوروبا. وبيكون انخل حابس فاني في الاوضه ومكتفها في السرير عشان ما تعملش اي صوت. وبيساله الضابط لو كان يعرف علاقه فاني بصديقه ريكاردو، فبيقول له ان هو كان عارف وانه كان فرحان ليهم جدا. وفعلا الضابط بيصدقه وبيمشي. ولما بيرجع انخل لفاني بتقول له ان هو لازم يسيبها تمشي في البيت لان نومها في السرير خطر على الجنين. فبيخليها انخل تستخدم الكرسي المتحرك زيه عشان تتحرك في البيت. ولما بيقعدوا مع بعض عشان ياكلوا بتلاقيه اشترى عربيه جديده للطفل. وبعدها انخل بيطلب منها يتجوزوا ويفضلوا عايشين سوا مع بعض تاني، وبيقول لها ان هم لازم يرجعوا يثقوا في بعض تاني. فبتقول له فاني ان هي لازم تاخد دش، وبتروح فعلا للحمام لوحدها. ولما بتدخل بتشغل حنفيه الحوض عشان يعتقد ان هي بتاخد دش فعلا، لكن بعدها بتاخد آلة حادة من الحمام وبتخبيها معاها. ولما بيجي الليل بيقول لها انخل ان هو هينزل الصيدليه وبيربطها في السرير، لكن فاني بتستخدم الآلة الحادة وبتقدر تحرر نفسها. وبعدها بتقدر تفتح الباب وتخرج، لكنها بتلاقي انخل قدامها في الاسانسير وجاي عليها. ولما بتحاول تهرب فاني وتزحف على السلم بيزحف انخل وراها، وبتحاول ان هي تضرب انخل وبتصرخ عشان اي حد يسمعها ويساعدها. وبعدها بتطلع الآلة الحادة وبتطعن انخل بيها عشان يقع من على السلم. وبعدها بمده بنشوف انخل في المستشفى وبقى مشلول تماما ومش قادر حتى يتكلم. واول ما يفتح عينيه بيلاقي فاني قدامه، وبتقول له فاني ان هي دلوقتي اللي هتهتم بيه بعد كده، وبتكون ناويه تنتقم منه بعد ما بقى مشلول بسبب كل اللي عمله فيها، وجه الوقت عشان يشرب من نفس الكاس. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وسلام.